السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج أقول لكم إنكم وحشتوني كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان خاطر يوصلكوا اي حلقة جديدة من اي رواية انا بنزلها من الرواية عذاب انثى او غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. بس قبل ما نشوف حلقتنا عايز اقول لكم على حاجة صغنونة خالص. انا عندي النهاردة برد فاستحملوني في الصوت شوية. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في حلقتنا النهاردة. آسيا لاحظت إن البنات ناموا، قررت إن هي تحاول إن هي تغمض عينيها، ومع مرور الوقت أكيد هتعرف وتنام. فعلا فبدأت إن هي تغمض عينيها، لكن معرفتش إن هي تنام. وأخيرا عينيها غمضت، لكن ظهر قدامها حاجات مخيفة لمشاهد وجسد وحازم بيضربها وبتتعرض للعنف من قبل حازم. صحيت وهي مخضوضة بسبب إن هي حلمته، وكان تقريبا ده مش حلم، ده كابوس، وكان حلم صغنن. لقت ان هي ملمتش وقت طويل لما جت بصت على الساعة. قررت ان هي تقف في البلكونة شوية، وفعلا طلعت ووقفت في البلكونة وهي بتاخد انفاسها وبتستمتع بلمسات الهواء اللي بتنزل على شعرها، لحد ما لقت اللي بيقرب منها ومسكها من وسطها. اتخضت اول ما بصت ولقيته شخص لابس قناع. اتخضت جامد جدا، لكن هو قلع الماسك والقناع ولقيته جسر. قالت له: ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ اشتقت للحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان. مش عارف بقى انت فاكرة ولا لا؟ اكيد طبعا فاكرة، حد ينسى الذكريات دي؟ مم، امال فين جبل؟ نام؟ ايوه نام. المسكين صعب عليا قوي لانه كان بيشوفك وانت بتتضربي. ايوه، انا حاولت ان اعمل كل اللي اقدر عليه عشان ما يشوفنيش وانا بتضرب ويفتكر ان احنا عايشين حياة سعيدة. كنت عايزاه يفتكر ان هو عايش حياة سعيدة، او ان هو عايش الحياة ان انا كان نفسي اعيشها. معلش يا اسيا، مصيرها الحياة دي هتبقى كويسة، صدقيني. مش يا جسر، شكرا جدا. العفو يا اسيا. وقعدوا يتكلموا كتير لحد ما هي قالت له: انا انا عايزة انام. تمام، خش نام يا اسيا. ماشي، سلام. سلام. نط هو من البلكونة ومشي، وهي بصت وظهر على وشها ابتسامة. وبعد مرور من الوقت برضه معرفتش انها تنام. فضلت ان هي تلف وتدور وهي مش عارفة تعمل ايه، لحد ما جه في دماغها الكتاب اللي ريم اديتهولها. قررت ان هي تفتح الكتاب، وفعلا فتحت الكتاب. فأول السطور: وما هي الأمور؟ رأينا الظلم الكثير للامرأة، لكن لا يوجد أكتر من ظلم. زهرة كانت تلمع في الشمس حتى أصبحت وردة تبدل في الأرض. امرأة ترتدي فستانا أحمر ويتحول لفستانا أسود. في قصر كبير حواليه حديقة، الحديقة اللي كانت مملية بالزهور والورد، وكانت جالسة أميرة بشكلها الجميل.